شلون تسوي بطاقة ماستر كارد من سوبر كي المصرف الرافدين التحديث الجديد؟ شلون تطلب بطاقة توصلك الباب البيت مجانية؟ فدول عينك، تابع الشرح للأخير لأن بيه مهمات أو بيه معلومات مهمة لازم تسويها. إذا كنت حاب محتوى التقنية اشترك بالقناة وفعل زر الجرس وخلي لايك للفيديو في دول قلبك. تابعني على الانستغرام بكي 17 هذا اليوزر. إذا كان عندك أي استفسار، وهذه قناتي الانستغرام، دخلوا اشتركوا بيها. حياكم الله يا شباب. خلينا نبدي نشرح التحديث الجديد مال سوبر كي والطريقة الجديدة شلون تطلبوا البطاقة مال مصرف الرافدين. تمام، اول شي تنزل البرنامج، لازم تدخل على سوبر او لازم تدخل على متجر بلاي او اب ستور اذا جهازك ايفون، وتنزل برنامج سوبر كي. بس اكتب سوبر كي راح ينزل لك، تفتح البرنامج مباشرة. اذا كنت تريد تطلب بطاقة جديدة او سواء كانت عندك بطاقة من خدمات كي وتريد تفتحها هنا، لان تعرفون خدمات كي توقف، ومسوي لكم شرح بخصوص هذا الموضوع، فهم تدوس كلمة انشاء الحساب. يعني بالحالتين تطلب بطاقة جديدة او تريد تفتح بطاقتك القديمة اللي كانت بخدمات كي، كل اللي عليك تدوس انشاء الحساب بالحالتين. هنا راح تختلف القضية. هنا اذا كان عندك بطاقة قديمة تدوس لدي بطاقة الاولى، الخيار الاول اذا كان عندك بطاقة قديمة، وتحط رقم الحساب او تلقى رقم الحساب موجود بوجه البطاقة القديمة اللي عندك. اما اذا ما عندك بطاقة وتريد تطلب بطاقة جديدة، فهو هذا موضوع شرحنا، تدوس ليس لدي بطاقة. فهنا كل اللي عليك تكتب رقم التليفون اللي تريد تشتغل عليه او اللي تريد تسوي عليه، ولازم يكون بدايته مو صفر، يعني قبل تبدي 7 وتكمل. تمام يا شباب، بعد ما وصل الكود خليت الرقم اني هنا وانطي كلمة التالي. فهنا راح يطلب منك انشاء رمز دخول. هذا الرمز لازم ما تنسى، اكتب لك رمز هنا ما تنسى. ولازم يكون رقم يعني مخربط، مو تكتب 1 2 3 4 5 6 لين ما يقبل هيك رقم. يقول لك انه ما يصير تكتب مثلا وحدات او 1 2 3 4 5 6 وصفارة، ما يصير. لازم تكتب رقم مثلا من ارقام متنوعة، مثل مواليدك ويوم تاريخ ميلادك وشهرك او بداية رقم تليفونك بكيفك انت. فخلي اكتب انا رقم، اي رقم يعني. تمام، فأنا هسه كتبت رقم وأجي أنطي كلمة التالي. هنا سنقوم بتأكيد هويتك. هنا يقول لك هل تود يعني بصمة الوجه، أنت بكيفك بعد تنطي نعم أو لا، بكيفك. هاي بصمة الوجه. الإشعارات أنت بكيفك همين. هنا سنقوم بتأكيد هويتك، يرجى تأكد من توفير الهوية الوطنية أو الجواز. أنت هنا حسب اللي عندك بطاقة وطنية تريد تسوي عليها أو جواز سفر بكيفك. في الأغلب عندهم بطاقة وطنية فتنطي كلمة التالي. يعني بالحالتين هنا تختار البطاقة الوطنية وتدوس على كلمة البطاقة الوطنية، راح يطلع لك مربع بهذا الشكل. كل اللي عليك تخلي البطاقة الوطنية بهذا المربع وإضاءة حلوة واضحة. تمام يا شباب، بعد ما حطيت الهوية اجي انه هنا اختار المحافظة. انت يا محافظة تختار المحافظة اللي انت بيها، فاني اكتب مثلا البصرة. معلومات العنوان هنا لازم تكتب المعلومات دقيقة. مثلا انا بالبصره، وين مثلا انت ببغداد، وين مثلا انت بكربلاء، بالنجف، يعني اي مكان انت وين بالضبط القضاء او المنطقه او وين يعني تعطي تفاصيل سكنك اللي هم يعني تكون مقاربه لك. مثلا هسه اني البصره اكتب المعلومات مالتها. تمام، مثل ما تشوفون انا كتبت العنوان بالضبط بالبصره، وين اقرب نقطه داله، يعني حطيت معلومات على مود يندلون مكاني بالضبط. تمام، فمن كتبت هذه المعلومات اجي ادوس على كلمه صور بطاقه سكنك. هذه صور بطاقه سكنك، شوف اللي جوا، ادوس عليها حتى اصور بطاقه السكن. بطاقه السكن، شوف انت اذا ما انت اكيد ما عندك بطاقه سكن تسوي على بطاقه والدك اذا كان موجود، واذا متوفى الله يرحمه تقدر تسوي على بطاقه والدتك. اما اذا انت متزوج وعندك بطاقه سكن تقدر تسوي على بطاقتك. اما بالنسبه للبنيه مثلا اذا متزوج على بطاقه زوجها، او اذا ما متزوج على بطاقه امها او ابوها، فكلش عادي. فتدوس على بطاقه السكن وتصور بطاقه السكن مالتك. تمام يا شباب، هسه اني حطيت بطاقه السكن وكامله ومرفوعه مثل ما جاي تشوفون، صورت الوجه والظهر. اجي انطي كلمه التالي. فانت من تنطي كلمه التالي، هل انت متاكد من الطلب، تنطي كلمه تاكيد. فهنا راح يلتقط من عندك او يطلب منك التقاط صوره سيلفي. كل اللي عليك تلتقط صوره سيلفي. طبعا صورة السيلفي لازم تكون بمستوى وجه او مستوى العين. يعني طبعا مستوى السيلفي لازم يكون بوجهك، يعني باضاءة جيدة، وبمستوى العين تحط الكاميرا. بعدين توصل لهذه الخطوة اللي هي اطلب بطاقة الان. لو دست اطلب بطاقة الان، هنا راح يطلب من عندك سيلفي مرة ثانية، تاخذ سيلفي مرة ثانية. شوف اوضح لك اكثر. السيلفي لما تفتح الكاميرا راح يطلع لك بهذا الشكل. كل اللي عليك تخلي وجهك بنص الكاميرا، يعني مقابل عينك. تمام.
تمام. هسه انا صورت السيلفي وانطيته كلمة التالي، فهنا يقول لي لديك بطاقة مسبقة، لان انا طالب بطاقة قديمة، فانت مباشرة راح يطلب منك انه راح يفتح لك البرنامج. تمام، خليني افتح البرنامج وش راح يطلع لك. تمام يا شباب، انت من تطلب البطاقة مباشرة من الصور وتطلب البطاقة راح تطلع لك هذه الواجهة. تمام، تدوس على قلب الاشعارات اللي فوق او ذاك الجرس مال الاشعارات اللي فوق، تدوس عليه، فهنا يقول لك تمت الموافقة على اصدار البطاقة. تمام، تمت الموافقة على إصدار البطاقة. أوكي، بعدها لو رجعنا خطوة هنا، ننتظر إنه علينا 3 أيام يومين راح توصلني البطاقة للبيت. حتى أفعل البطاقة شلون؟ كل اللي علي من توصلني البطاقة، طبعا معلومة خلي أنطيك إياها. أولا أو بالتوصيل، إذا طلب من عندك فلوس لا تنطي، لأن البطاقة هي مجانية والمصرف يديها لك مجانية. يقول لك انطيني فلوس توصيل إذا تريد تنطي كرامية، هاي بعد بالنسبة لك أنت وياه. أما إذا أنت ما تريد تنطي، فقل له البطاقة مجانية وما أنطي فلوس أنا، أو أخابر المصرف إنه أقول لهم هذا طلب من عندي كذا مبلغ، فيعاقبونه يبوا التوصيل وياخذون من عنده حتى 50,000 يخصمون من عندي، لأنه بالتوصيل فلوسه واصلة من المصرف مو من عندك. تمام، ويجيك مرات بالتوصيل، مو يعني انكشفت هذه القضيه مال انه يقول لك انه انطيني فلوس عرفتوا القضيه مجانيه، فايش قاموا يسوون؟ يقول لك فعلها بكذا مبلغ. قل له انا افعلها بالبيت، لا تخليه يفعلها هو. شلون تفعلها؟ كل اللي عليك تدخل على كلمه البطاقات، من توصلك البطاقه تدوس على كلمه اضغط للتفعيل. تمام، فهنا راح يقول لك التقط سيلفي. كل اللي عليك تنفتح الكاميرا، تحطها على وجهك نفس التصوير مال السيلفي، وتتفعل البطاقه بكل سهوله. فانت يقول لك انا افعلها، قل له لا انا افعلها ما يحتاج، اعطيني البطاقه وشكرا لك. حتى تروح تستلم البطاقه، شنو اللي تحتاجه؟ من تروح تستلمها ويخابرك الشخص ورا 3 ايام، تاخذ وياك بس البطاقه الوطنيه مالتك اللي سجلت بيها. تمام، مو اللي انت تستلمها عادي اخوك اي شخص، يعني مو مشكله، اهم شيء البطاقه الوطنيه موجوده. اوكي، فانت لازم تتاكد على كلمه تمت الموافقه على طلب اصدار البطاقه، حتى تتاكد البطاقه صارت لك وراح توصل. تمام، وهنا كلمه البطاقات راح يطلع لك الرقم مثل ما جاي تشوفون الرقم اللي موجود 5213. من توصل لك البطاقه تدوس عليه، اضغط التفعيل وتفعلها، راح يظهر رقم البطاقة وجاهز. تمام يا شباب. نقطة أخيرة، أكو ناس ممكن ما يطلب منهم إنه من البداية يطلب بطاقة، فحتى يطلب بطاقة إذا مثلا فتح البرنامج وما طلع عنده هذا الرقم الفوق، جاي يشوفون هذا الرقم الفوق، ولو داس عليه ما راح يطلع له رقم حساب كي، يطلع له بس حساب سوبر كي. فهنا يطلب البطاقة شلون؟ عن طريق علامة الزائد الفوق، وبعدين يطلب بطاقة جديدة، وبعدين استمرار، ويتبع الخطوات هذه، ياخذ سيلفي ويكمل الخطوات ويطلب البطاقة. طبعا إذا ما طلع عنده يعني هذا الرقم اللي موجود قدامكم فوق اللي هو رقم الحساب. وهذه الطريقة جديدة حتى تطلب بطاقة سوبر كي. فأنت بعد ما تخلص ضروري تتخلص أو تتأكد من 3 شغلات. الشغلة الأولى أنه تم إكمال عملية التحقق، والشغلة الثانية تم تقديم طلب إصدار البطاقة، والشغلة الثالثة تمت الموافقة على طلب إصدار البطاقة. تمت الموافقة ما راح تجيك بنفس الدقيقة، راح تجيك وراها بشوية يعني. تمام، فهذه البطاقة هيك تطلبها بهذه الطريقة. وأتمنى الشرح فاتكم، ولا تنسون تخلون لايك للفيديو في دول قلبكم.